فكره ان انت بتبدا في صناعه المحتوى، فانت بيجي لك هاجس لذيذ خالص ازاي تقدر تكسب فلوس من صناعه المحتوى بشكل كويس قوي. بس عشان تقدر تعمل ده انت محتاج تفكر في صناعه المحتوى كبزنس، وتفهم الايكونومي بتاع صناعه المحتوى دي بالكامل بتمشي ازاي، وازاي تحول موهبتك او الكونتنت اللي انت بتعمله لمونتايزيشن سيستم تقدر تكسب منه الفلوس اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت تكسب منه الشهرة اللي انت بتدور عليها. وعشان نعمل حاجة زي كده بشكل عملي ولذيذ اكتر زي ما احنا متعودين، فمعانا الدوك وليد، حد من الناس اللي انا بعزهم جدا ومن صحابي اللي انا بتشرف بمعرفتهم. فخلونا النهارده نروح اكتر على حتة ازاي تبدأ مش في صناعة المحتوى على قد ما ازاي تبدأ تكسب من صناعة المحتوى. انا احمد متولي وانت بتتفرج على البودكاست اللي قلبك بيحبه The Creative Cast. تقدر تتفرج على البودكاست على اليوتيوب وتسمعه على كل الاوديو بلاتفورم. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. ازيك يا وليد؟ الحمد لله حبيبي والله. شكرا لقبولك الدعوه حبيبي يا باشا، ده شرف لينا. دي اول حاجه لازم اشكرك عليها. خلينا ندخل على طول في اللي احنا عايزينه. أوكي. انت بدأت كونتنت من امتى؟ من 2021. اوكي تحفه. من 2021 لحد النهارده ايه القصه؟ رحله مليئه بالمحاولات اللي ما كانتش جايبه همها لغايه اخر كام سنه. حلو. انا اصلا بدات في الاول ما كنتش حابب الشهره، ما كنتش حابب الموضوع ان هو يبدا يكبر بالشكل اللي انا وصلت له دلوقتي الحمد لله يعني. لكن كنت في الاول معايا سكيل ان انا دارس تغذيه، وانا اصلا في الاصل كنت بدرس طب، بس كنت حابب ان انا اجيب فلوس من اي حاجه على السوشيال ميديا لان كان الموضوع دلوقتي وقتها طلع ترند. فقلت طب ما في مجال التغذيه والرياضه ده، طب ما ليه ما نجربش ان احنا نبدا نعمل فلوس منه. والحمد لله بدات ان انا اعمل كونتنت ما كنتش طالع فيه بوشي. كنت عندي مهاره الجرافيك ديزاين وتعلمت مهاره التغذيه، دمجتهم مع بعض. كنت بعمل كونتنت للناس اللي مهتمه بالمجال ده، فالموضوع كان حلو. بس لقيت ان انا مش لاقي نفسي في حته التغذيه والرياضه وان انا اقعد اتابع الناس والكلام ده كله. فبعد كده انا قعدت تقريبا سنه على ما وصلت ل 15,000 فولور على الاكونت ده. ما كانش حد يعرف على اكونت الانستجرام بتاع الدايت والرياضه ده. اوكي. وبعد كده فجاه كنت جات لي اصابه في كتفي. فلما جات لي اصابه ما كانش ليا نفسي بقى ان انا اكمل في المجال ده خالص يعني. خلاص قعدت من المجال شويه. فبدات اعمل كونتنت تحفيزي، كونتنت اللي هو يلا قوم بقى وقوم كسر الدنيا وانت قدها عارف الحل اللي بيسموه تنميه بشريه من الاخر يعني. لقيت الكونتنت فجاه بيفايرل، فجاه الكونتنت بتاعي فيديو جايب 100,000، فجاه بقى عندي 10,000 فولور. اللي انا قعدت هناك سنه بحاول ان انا ابنيه هنا جبته في 10 يعني فاهم في شهر مثلا. طب ازاي عملت ده هنا يعني ازاي قعدت ابني في ده سنه كامله، وازاي هنا في شهر وشويه لقيت ان انا وصلت 10,000 فولور. فلقيت نفسي طب ما نكمل في ده بقى. فقلت بس يا باشا نركن مجال التغذيه على جنب. خلينا بقى نروح للجزء بتاع التطوير النفس بقى والكلام ده كله. فطبعا رحت فيه وعملت كونتنت، وبص فيديوهاتي بتفايرل. زمان انا كان ظني بقى ان اللي عنده 100,000 فولور ولا عنده 50,000 فولور يعني بيدخل الرقم ده في الشهر. يعني اللي عنده 100,000 فولور بيدخل $100,000 مثلا، 100,000 جنيه يا عم في الشهر. فالاكونت عندي على التيك توك وصل 100,000. فيش فلوس شويه 200-300,000 فيش فلوس. وعمال اكمل. وبعد كده بقى الاكونتات التانية بدات تكبر، ما هو التيك توك بدا يصب على الاكونتات التانية، فالاكونتات عماله تكبر. بس انا وقتها برضو ما كانش لسه في حد يعرفني يعني. كنت بعمل فويس اوفرز والفيديوهات عماله تطلع فايرل، والناس بتاخد الفيديوهات دي من غير ما تديني كريدت اصلا. ما حدش عارف مين اللي ورا الاكونت ده. قلت بس بقول لك ايه بقى، احنا نطلع بوشنا عشان هي دي الحل بقى، ده اللي هيديني فلوس، هيخلي فيه فلوس. فرحت طالع وقلت اطلع بقى بوشي واعمل نفس الكونتنت اللي بعمله اللي هو التطوير ده والتشجيع والكلام ده كله بس بوشي. فرحت طالع بوشي ولا اي حاجه. برضه الاكونت الحمد لله يعني في الاول هبط عشان هم كانوا متعودين بحاجه معينه، والالجوريثمز بدات تفهم ان في تغيير في الكونتنت. بس رجع يكبر تاني. بس برضه وصلت مثلا على الانستجرام 100,000 فولور، وده رقم يعتبر اللي وصل الانستجرام رقم، ومفيش حاجه يعني. مفيش يعني حسابي في البنك يعني اللي هو فاهم يا مولاي قام خلقتني. مفيش حاجه بتزيد. تيك توك بقى وصل 800,000، وبرضه انا مش يعني ما بقيتش فاهم بقى هم يا جماعه انتوا بتجيبوا فلوس يعني ما هو حاجه من الاثنين، يا اما انتوا بتضحكوا علينا ومعيشيننا في وهم ان السوشيال ميديا دي بتجيب فلوس،
يا اما السوشيال ميديا بتجيب فلوس فعلا بس انا مش عارف الطريقه او مش عارف اوصل لها. فقلت بقول لك ايه بقى، احنا ايه نقعد بقى اركن كل ده على جنب ونقعد نشوف هي الناس دي بتعمل فلوس منين فعلا. وتحس دايما ان موضوع المونيتايزيشن بتاع السوشيال ميديا ده تحس ان هو في حاجه مستخبيه كده، يعني دايما كنت حاسس ان هم مخبيين علي حاجه مش عايزين الناس تعرفها. ولما تيجي تسال حد ما تلاقوش بيكلمك بكل مصداقيه وبكل شفافيه عن هو مثلا بيكسب كام او هو بيطلع كام. فدايما بتحس ان في التواء في الموضوع. فبدات بقى ان انا اتعلم واخش في كورسات واتعلم يعني ايه بيرسونال براندنج واتعلم يعني ايه كونتنت كرييشن وازاي تعمل اصلا فلوس من الكونتنت. لقيت ان انا فعلا كنت بلعب، يعني انا كنت قاعد بعمل كونتنت للدوله الوطن ظنا مني ان الفلوس هتتحول اوتوماتيك للبنك. بس اكتشفت ان هي زي اي وظيفه، انت بتصحى من النوم ولا كل شهر كده او كل اسبوع بتيجي بتخطط هنكسب فلوس منين النهارده، هنكلم مين عشان نعمل سبونسرشيبس، مش عارف هنبيع ايه في الكونتنت بتاعنا، هنبيع لمين، لازم ابقى عارف مين التارجت. لقيت ان الموضوع بقى ايه لا هو حرفيا بزنس. يعني انت بتتعامل مع نفسك على ان انا بزنس، وبتتعامل ان في عميل هيجي يشتري منك في الاخر. فخلينا بقى نتكلم بقى ايه بالتفصيل في الليله دي، يعني خلينا نقسم الحته دي واحده واحده. طيب من 2021 تقريبا الهايب دي من بعد الكورونا لحد دلوقتي احنا 2026. الحلقه دي هتنزل كمان يومين ان شاء الله، تبقى في 2/1. اوكي. فمن الوقت ده للوقت ده ايه اللي انت شفته في جوه عالم صناعه المحتوى بشكل بسيط شويه اللي عمل شيفت جوه دماغك؟ أوكي. في حته مش هقول لك على حته الفلوس تحديدا، على حته ان انت الايكونومي بزنس بتاع صناعه المحتوى ده بيتكون من ايه من ايه، او ايه الاشخاص او ايه اللي الشخص محتاجه عشان يبدا يفهم. هو بدا خلاص في صناعه المحتوى عشان يبدا يفهم لعبه الفلوس دي ممكن تتعمل ازاي. ماشي، خلينا متفقين ان هي مبنيه على المشاهد وعلى الاودينس، مش على انا عايز ايه. يعني معظم الناس داخله بمايندسيت انا عايز اجيب فلوس، مش فارقه بقى، فيبدا يعمل اي حاجه. يعني هو عمال بيتنطط عشان يجيب فلوس، يفتح لايفات بقى، مش عارف يخبط هنا شويه، يبدا يعمل كونتنت، يقول لك انا هفتح قناه يوتيوب ومش عارف هعمل فيديوهات على الفيسبوك. لكن الموضوع ما بيمشيش كده. الموضوع اللي انا فهمته من خلال الكام سنه اللي انا قعدت فيهم دول، ان الموضوع محتاج منك ترتيب، محتاج منك تبقى واعي اولا بنفسك. يعني انا ايه اللي انا ممكن اقدمه لك كفاليو كمشاهد النهارده؟ دي نقطه انا لازم اكون عارفها. ما ينفعش ابقى مش عارف دي واجي اقول لك انا هعمل كونتنت. انت كده بتستهبل، يعني فاهم، انا اسف بس يعني انت كده بتلعب. فلازم ابقى عارف الاول هو انا ايه الكونتنت او ايه الفاليو اللي عندي، ايه القيمه اللي عندي اللي انا هقدر اضيفها في وسط السوق ده. لان خلي بالك هو بالرغم من ان السوشيال ميديا سوق مفتوح وعمره ما هيتملي، بس المنافسه فيه وحشه، لكن بالظبط انت داخل تقدم ايه بقى في وسط كل اللي بيقدموه ده؟ لازم تبقى فيك حاجه مختلفه، فيك حاجه مميزه، فيك حاجه انت تعرف تقدمها للي قاعد بيتفرج. لانه في الاول وفي الاخر الناس قاعده دلوقتي ماسكه الموبايل، هو مستني منك اول حرفين ثلاثه، شافك وفهم، يعني استنتج انك في فاليو. دي من الحاجات اللي انا بحاول، اللي انا بقيت معترض عليها. فكره اساسا ان انت، عشان انا فاهم ان ده الجوريزم، فاهم ان ده بيهيفير عند البشر دلوقتي، ولكن انا بقيت معترض على فكره تعالى نتنطط عشان نخلي الشخص، او نعمل هوكات شقيه عشان نخلي الشخص يقعد يتفرج. ده حول بالنسبه لي، بشوف ان 95% اتحولت من السوشيال ميديا او من الهيفي كونتنت زي ما احنا بنسميه لتنطيطه معينه عشان مجرد ان احنا نعجب الزبون اللي هيتفرج علينا. معظم الناس الاتنشن سبان بتاعها دلوقتي بقى 6 ثواني. ما هو ده مش، ما هو ده ماشي، ده عشان البني ادم كده. بس في الاول وفي الاخر محمود اسماعيل كان بيقول ان انت عمرك ما هتقدر ان انت تقدم قيمه حقيقيه في دقيقه توصل للشخص ده اللي هو محتاج. ما هي احنا هنتكلم دلوقتي قدام ان اصلا انا مش محتاج ان انا اقدم لك قيمه كبيره قوي في خلال الدقيقه دي. انا محتاج بس ان انا ابين لك ان انا عندي قيمه ممكن تساعدك. انا عندي حاجه ممكن افيدك بيها، وهي معلومه، يعني فاهم. هقول لك روح صلي واساعدك بالحته دي بس. فانت خلاص استفدت مني حاجه كانت نقطه وجع عندك. فنرجع تاني للنقطه بتاعت السوشيال ميديا. فانا بقول لك اولا انا لازم اكون فاهم نفسي علشان اعرف اشوف انا بقدم ايه اصلا للناس. ما انا واحد انا مش عارف انا بعمل ايه، او انا شاطر في ايه، او ايه نقطه تميزي وتفردي. فانا ازاي هروح اقدم كونتنت اصلا؟ يبقى انا كده هقعد اخبط. فدي اولا هتخليك تعاني كتير قوي، لانك مش هتعرف تحول القيمه اللي عندك لفلوس. ماشي. فيبقى النقطه اللي نحط عليها الكورنر ستون كده، او الحاجه الاساسيه اللي نبدا نبني عليها، هو ان انا لازم يكون عندي قيمه. طيب هتقول لي ايه القيمه اللي انا بقدمها؟ هقول لك عالم السوشيال ميديا ده كبير قوي،
متقسم يعني في ناس كتير مش فاهمه ان في فرق كبير ما بين البلوجر واللي هو الانفلونسر يعني واللي بيسموه انفلونسر والكونتنت كريتور والبيرسونال براند. الثلاثه مختلفين والثلاثه بيمشوا بسيستم مختلف، ده مونتايزيشن سيستم مختلف وده مختلف وده مختلف. طيب عشان نقسمهم سريعا كده، البلوجر ده واحد اتشهر لانه بيظهر الحياه بتاعته او بيظهر بيقول رايه وبيتكلم، الناس حبت شخصيته، الناس حبت اللايف ستايل بتاعه، زي الفود بلوجرز على سبيل المثال، ده واحد بيظهر بيقول رايه في الاكل. طيب هل ده بيبيع لك حاجه؟ هو اكشلي ما بيبيعش اي حاجه، هو بيسوق لمطاعم او بيقول رايه فبيكسب فلوس من الكونتنت بتاعها. وهنتكلم عن المنصات كلها بتكسب ازاي دلوقتي. بعد كده بنيجي الموديل الكونتنت كريتور. الكونتنت كريتور هو بيكسب من، يعني خلينا نقول راس مال الكونتنت كريتور هو المتابعين بتوعه، المشاهد اللي بيتفرج عليه. هو حتى ممكن ما يكونش فارق مع المتابع، هو فارق مع المشاهد، لان ده راس ماله، ده اللي بيكسبه فلوس ككونتنت كريتور. ونيجي بعدها للبيرسونال براند، هو شخص عنده قيمه، عنده حاجه بيقدمها للناس وسيرفيس في الاخر هيبيعها للناس دي، او عنده حاجه يقدر ان هو يبيع منها للمتابع. البيرسونال براندز ما بيفرقش معاهم قوي الارقام، هو عنده ال1000 ب1000. الكونتنت كريتور مش زي البيرسونال براند، الكونتنت كريتور ال100,000 ب1000 من البيرسونال براند. والبلوجر ليه قوه وليه نقطه معينه لان الناس بتحب تتابعه فبتثق فيه بشكل او باخر، فبيروح له مين بقى؟ الانفلونسرز، الشركات اللي عايزه تعمل اعلانات لسكين كير برودكتس ومش عارف ايه. فمصدر دخل البلوجر من الاعلانات اللي بيعملها، مصدر دخل الكونتنت كريتور من الاعلانات اللي بتتحط على الفيديوهات بتاعته ومن السبونسرشيبس اللي بتيجي الشركات تعملها عنده، مصدر دخل البيرسونال براند من اللي هو بيبيعه. ودول بيزنس مودلز مختلفه. ففي البدايه كده انت لازم تفهم هو القيمه اللي عندي دي او الحاجه اللي تميزني دي انا هبيعها في اي فانل فيهم. يعني انا هبيعها هنا ولا هبيعها هنا ولا هبيعها هنا؟ همشي بنظام البلوجر اللي هو هطلع بفاشن بلوجر او فود بلوجر، بطلع بعرض اكل او بعرض هدوم او بعرض سكين كير برودكتس مثلا، ولا هطلع هعمل كونتنت عن تاريخ مثلا؟ ما هو التاريخ ده انا مش عارف احوله لفلوس، مش هبيع لك كتب، فاهم قصدي؟ لا، هو انا ببيع لك يعني ببيع لك قصص. فانا هنا كونتنت كريتور، فانا بعتمد على المشاهد اللي بيتفرج عليا، ده اللي بيتفرج عليا بينزل اعلان في نص الفيديو بيكسب منه الكرييتور. والبيرسونال براند في الاخر بقى هو الشخص اللي عنده قيمه، عنده سيرفيس، عنده برودكت بيقدمها، بيبيع حاجه في الاخر. فانت هتيجي من الاول للاخر عشان يبيع لك الحاجه اللي هو بيبيعها دي. فدول 3 بزنس مودلز، كل واحد فيهم انت لازم تعرف هو انت مين فيهم عشان تعرف انت هتروح في اي اتجاه منهم. طيب انا دلوقتي عرفت خلاص انا هروح في اي اتجاه منهم، بنبدا بقى نشوف انا ازاي هعمل كونتنت من البيزنس موديل ده. وبتبدا بعد كده بقى مرحله بحاجه بنسميها فانل، ودي بيشغل بالهم اكتر بيها البيرسونال براندز اكتر من الكونتنت كريتور واكتر من البلوجر يعني. اوكي، مع التقسيمه اللي احنا قسمناها دي خلينا ناخدها از لير، ناخدهم مع بعض. البلوجر احنا مالناش دعوه بيه، مش هو الرئيسي يعني عامل مشاكل كتير مالناش دعوه بيه يعني، اركنوا على الكونتنت كريتور نفسه عشان يبدا على السوشيال ميديا هو بيبقى عنده 7 أو 8 بلاتفورمز بيبقى في مخيله الشخص، وده اللي احنا بنقابله دايما في شغلنا. انا عايز ابدا عليهم كلهم، عايز ابقى جامد عليهم كلهم، عايز اعمل كونتنت ليهم كلهم. وبيبقى وجهه نظر اللي هو انت مش محتاج ده كله اساسا، انت مش محتاج الخناقه دي. وفي نفس الوقت عشان تعمل ديستريبيوشن سليم فانت تصرف مبالغ رهيبه. فانا لو هبدا في الكونتنت وانا حاطط قدامي جول ان انا عايز اكسب منه كده الحمد لله يعني ربنا يزيد الكل، ابدا ان انا احدد النيش بتاعي بانهي طريقه اصلا، وهلعبها ماس. يعني انت في حته الموتيفيشن انت لعبتها ماس اودينس فجو فايرال بشكل لذيذ، وفي الفتنس كانت ملعوبه النيش. هلعبها ماس ولا هلعبها نيش ولا اعملهم ميرج مع بعض؟ هشتغل على انهي بلاتفورمز؟ حلو. طيب في مبدئين مهمين قوي في حته النيش دي. طيب خلينا نفهم الناس الاول يعني ايه نيش. من الاخر المجال اللي انت بتلعب فيه. في مبدئين بنحب نمشي بيهم في الحته دي. في مبدا بيقول لك يو ار ذا نيش، يعني من الاخر انت المجال، خبراتك اللي انت اكتسبتها بحياتك بالحاجات اللي انت مؤمن بيها، بالمشاكل بتاعتك، بالنقاط الضعف بتاعتك، ده جانب. وفي جانب تاني بيقول لك ايه بقى، اللي هو تشوز انيش، يعني اختار نيش. يعني يا اما تحدد مجال يا اما تبقى انت في حد ذاتك المجال. طيب ده امتى اختاره وده امتى اختاره؟ اختار المجال لو انا دكتور على سبيل المثال او مهندس، انا اوريدي معايا علم
والعلم ده بيتلخص في ان انا عندي قيمه من العلم ده. يعني انا درست طب اسنان، فانا النهارده ممكن اعمل كونتنت لدكاتره الاسنان، فده كونتنت نيش فين؟ في مجال اسنان. بل ممكن اعمل نيش جوه النيش، بنسميه سب نيش، بمعنى انا دكتور اسنان في مجال التقويم، فانا بعمل كونتنت لدكاتره او لمرضى التقويم ودكاتره الاسنان اللي مهتمه تعرف عن التقويم اكتر. وممكن يبقى نيش اكتر، بس خلي بالك انك كل ما ضيقت الزاويه كل ما اللي هيتابعك قليل. ففكره ان انا من ضمن النهارده الفيديو ده بيتعرض ل10، فكره ان واحد بس هيجي لك من ال10 دول هو اللي ممكن يكون مهتم باللي انت بتقدمه. عشان كده بنقول البيرسونال براند ال1000 بتوعه ب1000، الكونتنت كريتور مختلف تماما. طيب نروح للجزء الثاني بتاع ان يو ار ذا نيش. احنا قلنا خلاص تشوز ا نيش او اختار مجال. ده لو انا عندي علم او عندي قيمه، والقيمه دي متشكله في هيئه حاجه انا مارستها او حاجه انا شاطر فيها، يعني اللي هو ان حاجه انا اكتسبتها، معايا خبره، انا دكتور تغذيه، انا مهندس، انا متعلم في مجال معين، فانا بقدم القيمه دي. طيب هتفهم اللي بعد كده عشان هنرجع تاني دلوقتي الجزء بتاع النيش ده. طيب يو ار ذا نيش امتى اقول على ان انا اختار المجال ده؟ لما يبقى عندي خبره في حته معينه واقدر ان انا اشارك الناس بيها، لان هي قصه في حد ذاتها. بمعنى انا ممكن ما اكونش درست تغذيه، بس انا اتعلمت او انا خسيت، كنت 130 كيلو ولا 200 كيلو وخسيت بقيت 100 كيلو مثلا ولا 80 كيلو. الرحله دي رحلتك انت، محدش عارف نفسك فيها. فهنا I am the niche، انا المجال، لان انا عملت حاجات، مشيت على خطوات، الخطوات دي بتاعتي انا اللي اتبعتها، فبطلع اقول للناس انا عملت 1 2 3 4، مش العلم بيقول 1 2 3 4. فبختار ده لما يبقى عندي قيمه متفرده بيا انا، حاجه انا اللي مريت بيها، حاجه مش موجوده تقريبا كعلم، ومن الاخر انت مش يعني انت الليدر فيها، انت من الاخر بابا المجال. فاهم حاجه؟ يعني خليني اقطعك هنا واسالك سؤال مهم. هل بابا المجال لازم يكون عنده مليون فولور؟ لا طبعا. اوكي. هو عنده قيمه وعنده قصه يقدر يحكيها للناس، فبيبدا يحكيها للناس. دي الفكره كلها من والى. يعني لو هنضرب مثلا على الشخص اللي خس ده، على النقيض بتاع تشوز انيش، انا هتكلم عن ازاي تخس وازاي تتخن، ولان انا بتكلم في مجال التغذيه، والناس اللي عندها مشاكل الغده الدرقيه، والناس اللي عندها مشاكل السمنه المفرطه، والناس اللي عندها مشاكل مش عارف فين. فانت بتتكلم عن علم بحاله، مش بتتكلم عن خبره انت اكتسبتها. انا بسالك السؤال ده عشان الناس بتقيم قوة الشخص وقد ايه هو مهم في المجال بتاعه بعدد الفولورز اللي موجودين عنده. احنا في مرة كنا بنشتغل مع الكلاينت ده ثالث فيديو نزل ليه ريتشد اراوند 500,000 على الانستجرام، فرقم ابن لذينه ايه. سألني انا سؤال، قال لي طب انت عندك 5000 فولور، ازاي هتقدر ان انت توصلنا اساسا تجيب لنا 100,000 فيو حتى؟ معيار مقياس العميل او معيار مقياس اي حد جديد بيدخل السوق ده الارقام لا اكتر ولا اقل. طيب خليني اقول لك بقى ان ما هي دي من ضمن الحاجات اللي انا كنت بقول لك مفكرها. ما انا كنت بفكر زمان اللي عنده مليون ده يا باشا بيكسب مليون جنيه او مليون دولار بقى. يعني خلينا نتكلم بارقام بقى، انا ده في مخيلتي. يعني اللي عنده مليون ده عارف يحول مليون شخص في البنك. لكن اكتشفت ان انت ممكن يكون عندك مليون وقوتك الشرائيه ضعيفه جدا، بتعلن عن ان انا يا جماعه ببيع المنتج ده، ولا حد مهتم اصلا، ولا حد بيشوف الفيديوز بتاعتك. يعني بعيدا عن الناس بقى اللي بتشتري فيك فولورز، لا انت ممكن يكون عندك فولورز بس هم مش لويال ليك اولا، وما عندهمش ولاء ليك، ومش واثقين كفايه فيك ان انت ممكن تبيع قيمه. خلي بالك ان مش كل مشهور يعرف يبيع، ومش كل مشهور انا واثق فيه، بدون ذكر اسماء. لكن في هايب حصلت الفتره اللي فاتت عن شخص ما عامل مشاكل، تمام؟ فالشخص ده ما ثقش في ان يعني 90% او مش عايز، خلينا اقول 100% من اللي بيتابعوه مش بيثقوا فيه. فلما هتيجي انت كشخص ليه ممكن يكون بيتابعه وهو مش واثق فيه؟ الهايب اللي عليه. هو خلي بالك يعني معظم البلوجرز اللي هم يعني مش اللي بيقدموا قيمه، اللي تحت مسمى اللي اتشهروا من التيك توك، ماشي. يعني فاهم؟ لان خلي بالك التيك توك التيك توك هو
يعني منصه جامده التلفزيون بتاع جدا في السوشيال ان ميديا. هي تطلع الناس، بس مشكلتها ان هي طلعت ناس ما تستاهلش م. وشهرت ناس ما تستاهلش. الناس اللي ما تستاهلش اللي اتشهرت دي هي اتشهرت علشان بتعمل حاجه مختلفه، زي ما قلنا لما افتكرت لما قلت لك في الاول انت لازم يكون عندك حاجه مختلفه تقدر تقدمها في وسط الناس دي. فهم دول عملوا حاجه مختلفه لفتوا بيها الانتباه، فبدات تروح عليهم الحاجات دي كلها. ممكن يبقى بهلوان، مهرج، كلاون، هيتنطط علشان يلفت الانتباه. ما هو خلي بالك هو خالف تعرف لو في الاخر، فهو ممكن يخالف الناس في حاجه، يطلع يتكلم ان هو يتريق على نفسه، يطلع يتنطط، يعمل حاجه، فالناس تبدا تتكلم عليه، تقول لك بص ده كان مش عارف بيعمل كذا كذا كذا، فيبدا يبقى فيه هايب عليه، فالناس بتروح عارف تشوف ايه اللي هيحصل يعني بعدين. بقول لك عارف اللي بيحصل ايه؟ عارف انت وانت ماشي كده في اي مكان، واحد ماشي لقيت عليه زحمه، فانت انت تلقائيا هتقف هتروح تبص هو الزحمه دي على مين. ممكن يبقى واحد ما يستاهلش اصلا، بس الانسان بطبيعته فضولي فبيروح يشوف هو ايه ده. فمع الوقت عادي ممكن يتابع، هو عايز يشوف ايه الكلام بيروح على ايه، فيروح عامل فولو. ومعظم التيك توكرز اللي عندهم ارقام، خليني اقول لك بقى وافاجئك ان انا عندي 1,300,000 على التيك توك، ما فيش منهم واحد لويل. ليه؟ لان منصه التيك توك مونتايزيشن مش لا انا عايز افهمك الالجوريثمز بتاعت التيك توك مش مبنيه على اللويالتي بتاعت او ولاء المتابعين. انت بتفتح التيك توك اول حاجه بتظهر لك ايه؟ الفور يو بيج، مش الفولوينج ومش اي حاجه تانية، مش الفريندز. فانت تلقائيا انت مهما عملت فولو انت نادرا ما هتروح للصفحه بتاعت الفولوينج والصفحه بتاعت الفريندز، انت بتروح على طول للفور يو. فهي منصه التيك توك مبنيه على الفور يو، ودي ميزه مش عيب. بس ما تفكرش ان انت عشان عندك 1,000,000 على التيك توك يبقى انت كده خلاص عندك 1,000,000 فولور حقيقيين. انت دول كلهم يعتبروا وهميين، بيعملوا فولو وبينسوا لانك بتترمي في الجزء بتاع الايه الزحمه الفولوينجز. لكن جزء الفوريو هو اللي ظاهر دايما، فمحتاج منك ان انت تفضل تعمل كونتنت عشان تفضل بتسعى انك تظهر في الفوريو بيج، فيبدا الناس تروح عندك. طيب خلينا بس انا حسيت ان انا نطيت شويه، فخلينا نرجع. كنا بنتكلم في النقطه اللي قبلها، في نقطه النيش ولا الماس، وفي نفس الوقت انهي بلاتفورم. انت كنت بتقولي ليه ممكن حد يبقى بيتابعه ناس كتير قوي ومش عارف يبيع او الكلام ده كله؟ لان هو الناس بتروح تتفرج على اللي هو بيعمله، مش واثق فيه، ما عندوش بص انا عايزك ككرييتور او واحد بيفكر ان هو النهارده يبقى كرييتور وعايز يبيع او يعمل مونتايزيشن للبراند بتاعه، تفكر دايما تحط نفسك مكان المشاهد. هو انا معلش ليه هطلع جنيه واحد من جيبي واجي اديهولك؟ ما هو انت لازم يبقى في مقابل بتديهوني. ايه المقابل؟ ما هو خلي بالك الداعمين دول بالنسبه للتيك توك مثلا، منصه التيك توك هو في بهلوان بيتنطط فانا برمي له فلوس عشان يتكلم اكتر. يا باشا انا عايزك تكمل في اللي انت بتعمله ده، فانا خلاص هطلع فلوس من جيبي عشان اضحك، فانت بتضحكني فمقابل الفلوس دي انا بضحك. فتعالى بقى بعيدا عن البلوجرز والحته دي كلها، انا النهارده ايه القيمه اللي انا بقدمها تستاهل ان انا اجي اطلع فلوس من جيبي واجي اقول لك اتفضل الفلوس دي علشان انا عايز العلم اللي عندك او عايز القيمه اللي عندك؟ انت هتساعدني ازاي؟ كل ما كنت شاطر في ان انت تثبت في دماغ العميل هنا، في ان انت تبقى فاهم مشكلته، ودي نقطه عايزين نتكلم عليها وهي فكره التارجت بيرسونا، او ان انت يبقى عندك شخص انت راسمه في دماغك بتخاطبه. هقول لك ازاي تخاطبه دلوقتي لو انت بتبدا، بس هي الفكره كلها ان انا يبقى دايما عندي حد انا فاهم مشاكله وبقدم له حلول للمشاكل دي بكل بساطه. المونتايزيشن بتيجي من هنا، يعني اول لعبه المونتايزيشن ان انا ابقى فاهم مشكله العميل بتاعي وبقدم له حلول بناء على ده، وبفضل شغال على ان انا اقدم له حلول واطور في الحلول بتاعتي اللي انا اديتها له دي. الحلول دي ممكن بقى تكون سيرفيسز او خدمات، ممكن تكون منتجات، ممكن تكون ديجيتال برودكتس، ممكن تكون حاجه هو يعني شافها فيك. الناس اللي بتعمل ميرش مثلا او الناس اللي بتعمل براند هدوم، هو مقتنع بيك كشخص في الفاشن وبيحب يتفرج عليك، فعايز يبقى عنده حاجه منك انت، عايز يحس ان الحاجه دي اقتناها منك انت. ممكن يشتري منك كوبايه، مج، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، دي تحت المسمى بتاع الميرش يعني. اوكي. فهي الفكره كلها في ان انا ليه حاجه اطلع فلوس من جيبي واقول لك اتفضل الفلوس دي في مقابل اللي انت هتديهوني. ده السؤال اللي انت لازم تساله لنفسك. انا عندي ايه حد ممكن يجي يقول لي اتفضل الفلوس دي وهيطلع من جيبه كام؟ دي بقى البلوت تويست اللي المفروض تبدا تلعب في دماغ اي حد. هل دي بيبتديها من البدايه خالص وهو لسه بيسيت اب الكرييشن بتاعه، بيسيت اب البلاتفورمز بتاعته؟ هترجع على حسب انا معايا قيمه اقدر اقدمها، علم دكتور اسنان. في ناس ممكن تقدر ان هي تكسب فلوس من اول يوم ممكن تدخل فيه على السوشيال ميديا. بحس ان هي صعبه شويه في الاول بصراحه، لان انت بتدخل عالم السوشيال ميديا وانت مش فاهم
هي بتتلعب ازاي. فانت بتاخد وقت على ما تبدا تفهم هو اصلا مين الايديال كاستمر اللي هيجي يشتري مني. كلاينت مقتنع 100% ان هو لما بيجي يشتغل معانا اللي هو شهر تاني شهر بالظبط هو بقى ستار على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت بقى تحت رجله الفلوس. مفيش حاجه اسمها كده. فانت لما بتبدا ان انت تكون صريح شويتين ثلاثه اللي هو مفيش حاجه تمشي بالبروسس اللي انت بتفكر فيها دي، وانت لازم تقعد تشتغل من 6 شهور لسنه، بيبدا يواجه فكره اللي هو طب ما اللي هناك ده بيجيب فلوس وبقى معروف في وقت صغير قوي، دي ارزاق، انا عايز اكون زي دي ارزاق، احنا هنخش في ارزاق قبول كمان. بالظبط. يعني بجد فعلا انا دي مشكله انا واجهتها. يعني انا كنت باسس شركه علشان نبدا نشتغل في البيرسونال براندنج والكلام ده كله، ففعلا دي من ضمن الحاجات اللي واجهتني. هو انت ازاي اصل انت مش هينفع توعد حد وتيجي تقول له انا هخليك مشهور في شهر او هخليك تجيب فلوس في 6 شهور. ده رزق بتاع ربنا. ما حتى بص ايفن حتى لو الاستراتيجي طالعه سليمه 100%، ده عن تجربتنا احنا في كلاينت عملنا معاه 300,000 فولور كان تيك توك وفيسبوك في 2.5 شهر ماشي. عشان تقدر ان انت تكرر ده تاني كذا مره هو مش بالسهوله نهائيا ان انت تدخل على كل اندستري جديده تعمل نفس التراك. هو رزق الشخص ده ربنا بعته له وساقك انت ليه انك تكون السبب لده. لكن الموضوع يعني هو بقدر ما ان هو يعني اللي في المجال جوه دلوقتي هي بقت بالنسبه لي لعبه. انا فاهم ازاي ممكن اجو فايرال على التيك توك، وفاهم ايه المقاييس اللي تخليني اجو فايرال على البلاتفورمز دلوقتي. بس هي الفكره كلها ان هو الموضوع مش بس اجو فايرال وخلاص. يعني معظم الفيديوهات اللي بتجو فايرال مش بتبيع اصلا. دي برضو لازم، يعني ده معتقد لازم ندمره عند الناس. هم الناس مفكره ان الفيديو اللي انا عملته وجاب مليون فيو يبقى اتحول ل 100,000 جنيه مثلا. وممكن وحتى لو انت ده لبزنس مش لبراندز. فكره ان انت اصلا تنقل الترافيك من المليون فيو دول تنقلهم لستوري يشتري منهم او ينزلهم اون جراوند ستور، هي دي حاجه مرعبه. يعني ده مش هيحصل. فاهم قصدي؟ فنرجع تاني للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، وهي فكره ان انا النهارده لو كونتنت كريتور وعامل لنفسي ان انا بقول هبدا قناه يوتيوب عشان دي بتجيب فلوس فيلا بقى نجيب فلوس. اولا لا، هي محتاجه وقت. وما تفكرش في سكه التيك توك وان انا اخش في ان انا افتح لايفات ومش عارف ايه، عشان دي سكه يعني ايه يعني مش بتاعتني. يعني بجد يعني بحس ان هي رخصه قوي بصراحه. يعني لكن تعال نروح بقى. طيب خلاص انت فهمت الدنيا هنا. طيب خلينا برضو في النقطه بخصوص النقطه دي، هي ايه المنصات اللي بتدفع فلوس للكونتنت كريتور؟ علشان ده نقطه تهم الكونتنت كريتور اللي مش عايز يبيع حاجه، هو عايز يمسك الجزء ده. فخلينا نمسك الكونتنت كريتور وبعد كده نروح للبيرسونال براندز. طيب الكونتنت كريتور هم منصتين بس اللي بيدفعوا لك فلوس، منصه اليوتيوب والفيسبوك. الفيسبوك لازم توصل تقريبا عليها 100,000 عشان تبدا تدي لك فلوس. 100,000 فولور. 100,000 فولور دلوقتي لا، دلوقتي اتغيرت. مش عارف ده اللي انا يعني على ايامي. البروفايلز من اول 10. لا بيجز، لا ما بتكلم بيجز. انا البروفايل عندي شغال. انا البيجز بتكلم بيجز كانت 100,000 عشان اقدر ابدا اكسب منها. ومش عايز اخش في اشكاليه هل هي فيها فلوس حرام ولا لا، لان انا ظني ان هي فيها فلوس حرام يعني. تمام، بسبب ان في بعض الاعلانات اللي ايه مش احسن حاجه يعني. لكن دول المنصتين الوحيدين اللي بيحطوا اعلانات على الفيديوهات اللي انت بتعملها، فبيبدا يخش لك دخل منه. بياخدوا هم 45% او 50% حاجه زي كده، وانت بتاخد يعني النص. بقول النص بالنص. تمام، هم بياخدوا جزء، غالبا بيبقى الجزء الاكبر يعني. وانت بتاخد ايه ال 45% تقريبا. طيب ده بخصوص الايه اليوتيوب والفيسبوك. وقلنا خلاص التيك توك هي طريقه برضو تعرف تجيب منها فلوس، بس مش من الفيديوهات، من ان انت تفتح لايفز بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب ده ككونتنت كريتور الوسيله الوحيده اللي تعرف تكسب منها فلوس من محتواك، بالاضافه للسبونسرشيبس بقى والافيليتس والحاجات دي. طيب خلينا نمسكهم برضو تحت اي كاتيجوري. السبونسرشيب بكل بساطه هو ان انت بتروح في الاول، لان انت لسه بادئ، فانت محتاج انك تروح تكلم شركات معينه، براندات معينه عندها، بما انك خلاص انت مش بيرسونال براند فما عندكش حاجه تبيعها، فانت هتشوف حد عنده حاجه يبيعها تقول عليها للناس في الكونتنت بتاعك. يا جماعه والله انا اتعاملت مع انا مثلا بتكلم عن التغذيه، فانا رحت لشركه اكس بتعمل بروتينز وبتعمل بروتين بارز، فانا رحت اخدت الشركه دي اتواصلت معاها، لو سمحتوا انا عايز اعمل عندكم اعلان، والاعلان ده انا بعمله باكس، فهم شايفين ان انت عندك ترافيك وبتعرف تجيب فيوز. ودي المفروض شطاره الكونتنت كريتور كلها معتمده على ان هو يعرف يجيب فيوز. بروح للشركه دي، لو سمحتي هاتي لي يعني انا عايز اعمل معاكم اعلان ويبقى في ما بيننا براند ديل، فانتوا يعني انتوا عندكم المنتج وانا عندي الفيوز، فانا هبدا اجيب فيوز للايه فهتتحول يعني في الاخر ان انا بوعي الناس بالبراند بتاعكم.
ده طريق ان انت في الاول بتروح للشركات بنفسك لانك لسه في الاول. مع الوقت لما الموضوع بيبدا يكبر بتبدا هي الشركات اللي تيجي لك بنفسها. يروح للشركات من اول كم الف فولورز او من قد ايه برسنتج فيوز؟ هو كل ما انت كنت خلي بالك، هي الموضوع مش متعلق. انا في التيك توك ممكن يبقى عندي 10000 فيو، عندي 10000 فولور معلش، وعندي فيديوهات بتجيب مئات الاف الفيوز. فانا وانس ان انا فهمت ازاي اجيب فيوز عندي بقت لعبه بالنسبه لي. فانا هعرف اجيب فيوز تاني وهعرف اجيب فيوز تالت لان هي خلاص انا فهمت الفورمات. فانا بالنسبه لي طب ما انا اروح اكلم البراندز دي، خلاص هي مش بالفولورز، هي بالفيوز اللي انت هتعرف تجيبها. الشركات مش فارق معاها انت عندك كام فولور، فارق معاها انت بتعرف تجيب فيديوهات على قد ايه على فيديوهاتك. ده المهم بالنسبه له. انت العيون اللي هتيجي على الكونتنت اللي انا هدفع عليه فلوس كام، مش انت عندك كام. انا قلت لك انا عندي 1,300,000 على التيك توك، ممكن انزل فيديو يجيب 10000 فيو. ملهاش علاقه لان الفيديو ده بيطلع فور يو بيج، ملهاش علاقه. فالفكره كلها ان الشركات مهتمه بالفيوز. عشان كده قلت لك راس مال الكونتنت كريتور هو المتابعين او الفيورز، المشاهدين اللي بيتفرجوا عليه. ده راس ماله متشكل في ده، اللي بيعرف يبيع عن طريقه. وكل ما زادت الفيوز على الفيديوهات بتاعته، كل ما اعلانات يوتيوب وفيسبوك نزلت عنده اكتر، فكل ما ده زود من الربح. وكل ما في سبونسرشيبس راحوا تواصلوا معاه. انت النهارده الفيديو بتاعك بيجيب 500,000، مش فارق معاك انت عندك كام فولور، بس الفيديو بيجيب 500,000. احنا عايزين نعمل اعلان عندك في الفيديو بتاعك، خلاص مفيش مشكله، الاعلان باكس. فيبدا ياخد فلوس ويبدا يعمل اعلانات من دول يعتبروا راس مال الكونتنت كريتور. هو بيكسب من الحته دي. بس السبونسرشيبس خلينا نقسمها برضو علشان الناس ما تفكرش ان هو يعني هو السبونسرشيب ان انا بروح للشركه وخلاص. في حاجه اسمها افيليتس، ده طريق، وفي حاجه اسمها براند ديلز، ده طريق تاني تحت بند السبونسرشيب. يعني انا بروح للشركه، فالشركه دي عندها طريقتين، يا اما هتبقى افيليت يا اما هتبقى براند ديل. البراند ديل باجي اقول لك كده يا باشا انا بتفق معاك والله، انا هعمل اعلان عندك والاعلان ده مقابل كذا، نتائجه ايه مبني على اللي انا بعرف اجيبه. طيب الافيليت انا ما باخدش منك فلوس، وممكن اخد منك فلوس بس يعني في الغالب مش هتاخد فلوس. انت هتاخد نسبه من الربح اللي هيجي لك من المبيعات بتاعه الايه الديل اللي حصل ده. انت هتاخد نسبه مثلا ليتس سي النهارده 30-40% من البيع اللي هيحصل اللي انت هتودي للناس عن طريق ايه بقى، ان هو يديك لينك، عن طريق ان هو يدي لك كود مش عارف ايه. فاصبح ان انت لازم تكون عارف تجيب فيوز، علشان لما تجيب فيوز هتعرف تحول ناس اكتر يشتروا المنتج بتاع الشركه دي. فلما الشركه دي تبيع باللينك بتاعك تدي لك كوميشن على اللي بيبقى عندك تراكنج على اللينك اصلا، هم بيدوا لك يعني بيدوا لك لينك للتراك ده. الشركات الكويسه النظيفه بتعمل كده. انا بحاول ان انا اوضح الحته دي عشان في بيبقى في لعب من تحت كده. الكريتورز ما بيكونوش عندهم، الناس اللي لسه بتبدا ما بيكونش عندها أيوة بالظبط الفهم في اللعبه دي تحديدا. فدي فكره الاي سبونسرشيبس والبراند ديلز والكلام ده كله. طيب يبقى احنا قلنا كده الكريتور دول راس ماله السبونسرشيب، ولازم يسعى في ده في اقرب طريق لو هو اتجاهه ده. انا بعمل كونتنت زي الدحيح، هجيب فلوس منين؟ ما انا ما ببيعش حاجه. يعني مش بقولك في الاخر اشتري المنتج الفلاني، لا انا ببيع كلام. فكلام ده بيجيب مشاهدات، فانا لازم اشوف ازاي احوله لفلوس. فاحوله فلوس عن طريق البراند ديلز وعن طريق ان انا اوصل للمونيتايزيشن بتاع البلاتفورمز دي. اوكي طيب ده الكونتنت كريتور. نروح بقى للبيرسونال براند. انا شخص عندي قيمه وعندي فاليو، بس مش عارف ازاي اعمل لها مونيتايزيشن. يعني انا مش عارف يعني انا هبيع ايه اصلا ولا 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 ولا. طيب نبدا من الاول خالص. هو انت بتكلم مين؟ لو انت مش عارف انت بتكلم مين، ارمي بعينيك ورا 5-6 سنين كده واسال نفسك هو انت كانت ايه مشكلتك زمان واللي انت نجحت في ان انت توصل لها دلوقتي. او يعني انا ببص لنفسي النهارده، وليد كانت ايه مشكلته زمان ودلوقتي حلها. لما بترمي بالماضي بتاعك كده هتلاقي ان في الغالب بنسبه كبيره التارجت اودينس بتاعك اصلا هو نفسك زمان. انا نجحت في ان انا اكون واثق في نفسي بعد ما كنت ضعيف في ثقتي بنفسي. بس خلاص واضحه وصريحه اهي. طب ما يلا نعمل كتاب عن الثقه بالنفس. عملت كتاب اسمه نظاره واثق والحمد لله نجح وحقق مبيعات. اللي هو انا ايه ده، هو ده بجد يعني؟ ده انا ممكن ابيع فعلا القيمه اللي عندي. ليه؟ بص لنفسك زمان انا كنت بعمل ايه، كانت ايه نقاط ضعفي، كانت ايه مشاكلي. كل ما كنت فاهم الشخص اللي انت بتكلمه وفاهم اوجاعه كويس قوي هتعرف تعمل له كونتنت بكل سهوله. بس انت بتكلم نفسك في الاول وفي الاخر. انا بكلم وليد زمان،
انا محتواي كله اصلا هي مشاكل وليد زمان. بجد والله ده حقيقه. انا محتواي كله هو محتوى وليد زمان. بعد ابص لنفسي كده والله وليد كانت ايه مشاكله؟ ان هو مشتت. طيب مشتت بايه؟ بمجالات كتير. انا درست جرافيك ديزاين وتصوير ومونتاج وتغذيه وطب اسنان، ودرست طب بشري 2 سنين وسبتها، ودرست مش عارف بيزنس وماركتينج و حاجات كتير قوي. طب ما هو ده تشتت. طب ازاي احل المعضله دي؟ تعالى نقعد نشوف يا باشا كتاب التشتت اللي جاي. هو ده بجد والله. بس عملت كورس بعد كده، كورس تعدد الشغف. اول بلو اوشن، انا بلعب في بلو اوشن، ما حدش فيها قبل كده. انت عامل كورس عن تعدد الشغف للناس المتعدده الشغف، فانت اصلا بتلعب في بلو اوشن، ما حدش عارف نفسك فيها. في ناس بتخاف، مش بس ان انا من الحاجات اللي انا كنت بقلق منها بشكل كبير جدا ان انا ابيع. اوكي. ان انا اعمل دايركت سيلز. انا على طول بشتغل بالكونتنت بتاعي وبشتغل وورد اوف ماوث والحمد لله بتبيع كويس قوي. اوكي ماشي. ففكره اصلا ان انت بدات وتحدي ان انت فكره ان انت خايف ان انت تبدا عشان الناس هتقول عنك ايه اساسا في الاخر، يعني طز في راي الناس. حصل. ماشي. بس فكره انا عديت مرحله الخوف دي، فانا لسه هعدي بمرحله خوف ان انا اجيب فلوس اصلا وابدا ان انا ابنيها بزنس. الناس بتخاف من ده بشكل رهيب. اوكي. هو كده انت في الاول ده ناتج برضو، يعني لو جينا نتكلم بقى بشكل علمي، هو ناتج عن قله ثقه. انت ما جربتش. يعني انت ماسك السناره وحاطط فيها الطعم بس ماسكها، ما انت ما رميتهاش في البحر عشان تشوف هي هتجيب سمك ولا لا. طب ما ترمي السناره في البحر وشوف، يمكن تشبك في سمك ويمكن تجيب معاك سمك. هتعرف منين اذا كان السناره دي هتجيب معاك سمك ولا لا طالما انت ما رميتهاش؟ انت قاعد بتتوقع. طب ماذا لو السناره دي ما جابتش حاجه؟ طب ماذا لو جابت سمكه كبيره؟ طب ماذا لو ماليش دعوه. ماذا لو دي حلها بكل بساطه ان انت ارمي نفسك. ارمي الطعم وشوف هيجيب ايه. بناء عليها تبدا خلاص. يعني انت لما بتعمل جت فكره في دماغك، اكسكيوت، بدات تطبقها، نفذتها، ارميها. السوشيال ميديا هي مجرد ان انت بترمي الطعم وبتشوف ايه السمك اللي هيجي لك. كل ما كنت فاهم نفسك زمان كويس قوي، كل ما كنت انت متاكد وعارف ان الطعم اللي هيجي ده هو الطعم اللي انا هرميه ده هيجي له سمك شبهي. هل لازم وانا بحدد التارجت اودينس ان انا اكون انا زمان؟ لا مش لازم. ماشي. انا قلت لك انا ممكن اكون دكتور. ماشي. انا ما مرتش انا مش ما كنتش مريض غده درقيه قبل كده، ما كنتش مريض سكر، بس انا عندي حله. فانا ما فيش مشكله. ده اللي هو ايه، تشوز نيش. انا بسالك عشان الناس ما تفكرش في حته اللي هو ده الوان واي اللي احنا ممكن نتحرك عليه بس. لا هو انا قلت لك في طريقين. في طريق ان انا معايا علم، دكتور اسنان، فببيع المهاره بتاعتي وبطلع اتكلم عن طب الاسنان. في التاني ان انا عندي قيمه، السولوشن بتاع انا مريت بيها. انا كنت ضعيف وشخصيتي ضعيفه في وسط اصحابي ومحدش بيحبني وكنتش فاهم حل ده ايه. الحمد لله ربنا كرمني وبقيت واثق في نفسي ولقيت ان انا لا، بدات ثقتي في نفسي تكبر. طب ازاي عملت ده؟ تعالى نقعد نفهم ونتعمق في الموضوع ونمشي في الجيرني دي ونبدا نقدمها للناس في هيئه كتاب. ازاي عملت 1 2 3 وازاي بدات اكون واثق في نفسي. يلا نعمل باكج، نظاره واثق، كتاب في هيئه ان انت النظاره اللي انت لابسها هي اللي انت بتشوف بيها العالم. فعملته زي ميتافور كده او اسقاط على فكره ان انت النظاره بتاعتك دي بتبقى مشوشه نتيجه ان انت مسلم الناس اللي حواليك الوضوح النظاره. كل ما كنت مقتنع بالقيم بتاعتك وكل ما كنت مقتنع بالحاجه دي اكتر، كل ما ده خلاك واثق في نفسك اكتر، فبقيت النظاره واضحه، فبقيت شايف كويس، فبقيت عارف الخطوه اللي تاخدها اكتر. ميتافور حلو، طب يلا نقدمه للسوق، الحمد لله نجح. فاهم قصدي؟ فهي الفكره كلها ان انت بترمي ده وبتجرب وبتشوف. طيب انا خايف ان انا اقدم السيرفيس، هو مين اللي قالك ان انت لازم تقدمها بفلوس؟ قدمها ببلاش، اعمل تيست على الناس. يا جماعه والله انا بعرف اعمل 1 2 3 4 وعايز 3 متطوعين. في ناس ممكن تكون خبرتها كبيره جدا او لسه بادئه في الكونتنت، فبتحاول على قد ما تقول لك لا عيب ان انا اعمل كده اصلا. ليه عيب؟ عيب. واثق في شغلك؟ واثق في شغلك حطه بفلوس. مش حته بس الثقه، حته الاكسبيرينس نفسها. ما هو انت عشان بص خلينا متفقين، انا عشان اثق فيك النهارده، انت النهارده متولي جيت لي تبيع لي قيمه، فانا اثق في اللي انت بتقدمه ده ازاي؟ لازم اشوف ناس جربت ده معاك، اشوف خبرتك انت اللي بنسميها البروف بوينتس. انت ايه مدى مصداقيتك؟ معاك شهادات مثلا فاجي لك، مش لازم ناس جربت. فلو انت واثق في شغلك تعالى قدمه لي، مفيش مشكله. بس انا عشان اثق فيك انت لازم يبقى عندك ما يسمى بالبروف بوينتس.
انت ايه اللي يثبت لي ان انت هتعرف تحل مشكلتي؟ مش انت بتقول يا باشا ان انت بتعرف تحل مشكلتي، انا ما عنديش مشكله، انا هصدقك، بس ايه اللي يثبت؟ ما انا مش هطلع فلوس من جيبي غير لما اثق فيك. عشان كده قلت لك الشخص البلوجر على سبيل المثال، هو انا ممكن يبقى عنده مليون فولور بس انا مش هطلع فلوس من جيبي، لان مفيش بروف بوينتس على اللي هو يعرف يحل المشكله اللي عندي دي، انا مش واثق فيها. فانا لازم يكون عندي مقدار معين من الثقه في الشخص ده ان هو يعرف يحل لي مشكلتي، وعلى الاساس ده انا هديله اصل هو خلي بالك اي الناس ما بتشتريش منتج وما بتشتريش خدمه، الناس بتشتري نتيجه، بيشتروا ترانسفورميشن. هو هيوصل معاك لايه؟ هو هيتحول ازاي؟ يعني ما هو القبل والبعد؟ انا لما هاجي اطلع فلوس من جيبي انا بطلع فيها وجعي، فوجعي ده انت هتحلهولي، انت هتحل مشكله عندي، هتحل نقطه ضعف عندي، هتحل وجع، هتحسسني بشعور معين. فانا ايه الترانسفورميشن اللي انت بتشتغل عليها؟ دكتور الاسنان على سبيل المثال هو بيبيع ايه؟ ترانسفورميشن، قبل وبعد، بيبيع وجع. هو ممكن يبيع لك هوليوود سمايل للناس المرفهه، ما بيبيعش وجع. ممكن ابيع وجع، ابيع ان انت وجع درسك انا حاسس بيه كويس قوي وعارف انت بتعمل ايه، فببيع له وجع. ممكن ببيع له صوره اجتماعيه، انت لما هيبقى شكل ضحكتك كده هتبقى واثق في نفسك وهتبقى شاطر ومش ببيع له وجع. فاهم قصدي؟ فانا لازم ابقى فاهم دماغ العميل بتاعي ده هو بيفكر ازاي، عشان بناء عليه ابدا ابيع الحل بتاع مشكلتي في هيئه ترانسفورميشن. حلو. طيب انا برضو ايه اللي يخليني اثق فيك؟ ما هو لازم يبقى فيه تستمونيالز او راي الناس فيك من الكومنتس، من الشطاره بتاعتك في ان انت تظهر ده. انت بتقول لي انت عندك خبره وراجل كبير وبقى كونتنت، مفيش مشكله، يبقى انت عندك بروف بوينتس، عندك تستمونيالز. خد الناس دي وقول لهم انا عايز منكم تقولوا لي رايكم في الشغل بتاعي ومش عارف ايه، فابدا استخدمها. فانا بقى معايا بروف بوينتس ان انا راجل شغال في المجال ده، تعالى ثق فيا. فانا بادئ من الاول معايا بروف بوينتس. طب لو انا مش معايا لازم اعمل ده ببلاش. يا باشا انا بقدم خدمه جرافيك ديزاين ببلاش، هعمل لك بوست واحد وجربه. وفي الغالب بقى يعني خليني اقول لك تريكايه كده حلوه قوي بالنسبه للبيرسونال براندز وبالنسبه بالذات للفريلانسرز والكلام ده كله. انت لو النهارده معلش الناس لما بتيجي تبدا بيبقى عندها حته الايجو اللي هو انا مش هروح اكلم الشركه الكلام ده كله. هو انا النهارده لو جيت عملت اعلان لشركه كبيره زي مثلا فودافون ولا اتصالات ولا وات ايفر، يعني عملت لهم اعلان جرافيك ديزاين مثلا، عملت له اعلان، حد عارف انا فودافون دفعت لي ولا لا؟ حد عارف الشركه الكبيره دي دفعت لي ولا لا؟ بس في الغالب انت اولا عملت اعلان للشركه، وفي نفس الوقت ظاهريا بقيت باين للناس ان انا عامل ديل مع فودافون وعامل ديل مع مش عارف ايه. ده الراجل ده ما شاء الله شغال مع شركات كبيره قوي، طب يلا نشتغل معاه. فالشركات اللي ما دون الشركات الكبيره دي هتلاقيها جايه لك اصلا عايزه تتعامل معاك من حلاوه شغلك اللي هم شافوه. فاشتغل ببلاش في الاول، ايه المشكله؟ اشتغل عشان يبقى معاك بروف بوينتس ان انت تعرف تحل المشكله دي. ما هو انت هتحل لي مشكله، ما هو الجرافيك ديزاينر والفيديو اديتور تحت ستيل المظله بتاعت البيرسونال براند. انت شاطر في ان انت عندك سكيل، مهاره معينه، فبتقدمها لي في هيئه خدمه، فانت ستيل تحت مظله البيرسونال براند. عندك منتج معين بيحل مشكله معينه زي على سبيل المثال الكتاب بتاعي مثلا، طب ما انت ستيل تحت مظله البيرسونال براند، وهكذا. فانت حل المشكله ده هتبيعه لي ازاي؟ فانت لازم يكون عندك ما يثبت ان انت بتعرف تحل المشكله دي. ما عندكش خالص، ادهوني في هيئه كونتنت، اعمل كونتنت كتير يحل لي المشكله دي ظاهريا، اديني نقط حلول. يعني اديني مره ازاي اعدل وقفتي، مره ازاي اتكلم مع الناس بثقه في نفسي، مره ازاي اعدل مفهوم جوه دماغي، نقطه من هنا على نقطه من هنا على نقطه من هنا. لا ده الراجل ده اما ده المحتوى اللي ببلاش، امال اللي بفلوس عامل ازاي؟ لا ده خد يا باشا فلوسي. فاهم قصدي؟ فانا لازم عشان اشتري منك كمشاهد او كمتابع يكون اوصل لمرحله بنسميها الكور اودينس. الكور اودينس ان هو اتحول من واحد شافك مره 2 3 في حاجه كده بنسميها التاتش بوينتس في الماركتنج. التاتش بوينتس دي هي مدى احتكاك المتابع والمشاهد بيك. انا ممكن اعمل لك فولو مره وانساك، بتوع التيك توك عشان كده قلت لك هم مش لويل، لكن انستجرام انا شفتك مره 2 3 4 5 6، محتاج على الاقل عشان اطلع فلوس من جيبي واشتري منك 7 تاتش بوينتس تحل لي فيهم مشكله عندي. طيب ازاي يختار البلاتفورمز؟ انت عندك زي ما قلت لك عندك 7 بلاتفورمز. حلو. انا دايما بتبقى تقسيمتها وجهة نظري، لو انت بتبيع بزنس فانت هتروح على انستجرام ولينكد ان. انستجرام عليه فلوس بنت لذين اكتر من لينكد ان اصلا، وانت محتاج حاجه تقدر ان هي تلعب لك ماس اكتر زي التيك توك،
فازاي الشخص يقدر يسلكت بلاتفورم او 2 أو 3 يبقوا مناسبين ليه؟ طيب انا حتما وابدا ولابد، عشان كده قلت لك، فاكر لما قلت لك في الاول تيك توك هي منصه حلوه جدا في ان هي تظهر ناس حتى لو هي ملهاش لازمه. فانا بلعبها، لو انا بلعبها اورجانيك، انا مش بتكلم بيد ادز، لان قلت لك خلاص انا راجل معايا فلوس يا باشا اروح ادفع في بيد ادز ورايح دماغي، ولا اقول لك اورجانيك، ولا الشخص هيجي لحد عندي. ده طريق خلاص احنا مش بنتكلم فيه، احنا بنتكلم الشخص اللي عايز يبدا اورجانيك من غير ما يدفع جنيه. طيب انا من غير، مش عايز ادفع جنيه، هبدا ازاي؟ بكل بساطه على التيك توك. ده توجهي الاول والاخير. ما دون ذلك انا برمي الفيديو في نفس البلاتفورمز التانية، جابت ما جابتش مش فارقه لي. انا بتكلم في الاول، انا الدايركشن بتاعي كله متجه بفوكس مع التيك توك. ليه؟ التيك توك الخوارزميات بتاعتها مختلفه عن باقي المنصات. التيك توك بتلعبها بصياعه. هي متولي النهارده نزل بوست، بيروح عرض البوست بتاع متولي ده على 10. ايه رايك يا رجاله في البوست ده؟ تفاعلوا معاه، عملوا لايك، عملوا كومنت، شافوه للاخر، لان هي المعيار في اي الجوريثم هي الواتش تايم. عملوا له شير، لا يبقى الفيديو ده حلو وبيجيب تفاعل وبيجيب ريتش، نبدا نعرضه لشريحه اكبر. ال10 بقوا 50. ايه رايكم يا 50 واحد في البوست ده؟ يقولوا له والله حلو ونفس التفاعل ونفس الانجيجمنت. لا ده الفيديو ده جايب بقى، فنبدا نعرضه ل100. ال100 يبقوا 1000، ال1000 يبقوا 100,000. ده الالجوريثم بكل بساطه، ده الخوارزميه اللي شغاله بيها تيك توك. فعشان كده الناس اللي بتمشي بمبدا خالف تعرف، اللي هم بيعملوا اي حاجه تلفت الانتباه، الناس بتفضل بتتفرج على الفيديو ويروح يشيره مع اصحابه ويقول له بص يا معلم ده مش عارف ايه. فجاه ده بقى مشهور علشان الواتش تايم وصل للاخر والفيديو اتشير واتعمل له لايك او كومنت او دخل شتمه حتى. بس هو خلاص عمل كل حاجه للالجوريثم عشان يرفع الفيديو ده. فالفيديو بقى اترفع اكتر. فلو النهارده ده بيحصل معاك انت وانت قدمت كونتنت، والكونتنت فعلا فيه فاليو، بتحل مشكله، ومن ضمن ال10 اشخاص دول في 6 7 بتحل المشكله بتاعتهم دي، طبيعي هتلاقي الفيديو بتاعك بيطلع، والفيديو بتاعك بيفايرل، والفيديو بتاعك فجاه بقى 100,000، فجاه بقى مليون، عادي. حلو. يعني التيك توك هي منصه رئيسيه معايا حتى لو بعمل اي حاجه. لازم هي منصه مهما كان الكونتنت اللي انا بقدمه ومهما كان الخدمه اللي انا بقدمها، هي المنصه الاولى للتوجه الاورجانيك. اوكي. باقي المنصات انا الفيديو اللي انا رميته في التيك توك وانا مركز عليه برميه في باقي المنصات، علشان خلاص هي بالنسبه لي ايه، يعني فيديو اتعمل، فمش جاتش على دول. بالظبط. هنروح رميه يا باشا، هرميه على يوتيوب شورتس، واروح رميه على فيسبوك، او اروح ارميه على انستجرام وانا اعمل له لينك في فيسبوك يروح منزلهم على الاثنين وخلاص كده. تحفه. طيب لو انا دلوقتي انا بدات وخدت تراك ان انا هشتغل على التيك توك وهشتغل على الانستجرام، هشتغل على البيست بلاتفورمز وبدات كونتنت، ازاي ابني مونتايزيشن سيستم، او ايه المعايير بعد ما انا عرفت الكلاينت بتاعي بدات ان انا اقدم له كونتنت في برضو ستيج كده؟ انا عارف انا هعمل ايه من الاول للاخر، بس ما فيش ترانزاكشنز بتحصل اصلا. ازاي بقى اعمل التويست ده، وايه الاوفر اللي انا ممكن اقدمه للكلاينتس بتوعي او للاودينس بتوعي بحيث ان انا اخليهم في الاخر يدوني الفلوس؟ قبل النقطه دي معلش انا همشي معاك بس الخطوه، هو انا ازاي هكبر على المنصات دي، عشان دي اهم بالنسبه لي في ان احنا نروح بعد كده ازاي امونيتايز. طيب في الخوارزميه بتاعت التيك توك، بما ان قلت لك خلاص التيك توك من ناس جوه شركات التيك توك اعرفهم شخصيا قالوا لي بكل بساطه عايز تنجح على التيك توك اعمل 90 فيديو في 90 يوم. دي اضمنها لك. يعني انت في 90 يوم دول هم 90 فيديو 3 شهور، انت بس ديديكيتد لان انت تعمل فيديوهات، بتنزل فيديو كل يوم. اضمن لك ان انت بعدها في يعني في ال90 فيديو دول في فيديوهات هتفايرل، مش فيديو واحد، في فيديوهات هتفايرل. الفايرالة دي هتخليك على وعي ايه اللي بيشتغل وايه اللي ما بيشتغلش. فانت رميت الطعم مره، كل يوم بترمي طعم، فانت بقيت عارف هو السمك اللي في البحر ده بيحب ايه. دي اولا، لان ده هيتبان عليه بعد كده الاوفر اللي انا اديه لهم. ما هو انا الناس دي اورجانيك، انا مش ماشي بيد ادز، فانا مش انا دلوقتي بستكشف الناس دي انا هقدم لها ايه. فالناس دي هي اصلا اللي هتوجهك، الناس دي هي اللي يعني ايه، هتبدا تقول لك في الكومنتات طب معلش ممكن تقول لي الحل بتاع المشكله الفلانيه، فتبدا انت تعمل كونتنت عنه. طب انا بعاني من الحته دي، طب ممكن تقول لي بتعملها ازاي، فابدا اعمل كونتنت عنه. فيبداوا ياخدوك في الدايركشن اللي هم عايزينه، وكل ما ياخدوك في دايركشن هم عايزينه وتلاقي الفيديوهات بتجيب، تعرف ان هي دي الشريحه الاكبر اللي مهتمه بالكونتنت اللي انت بتقدمه، فتبدا تقدم لهم ايه، خدمات. طيب
لنفترض ان انت النهارده مثلا ليتس سي مسكت شريحه الدايت والرياضه على سبيل المثال، عشان ده مجال حلو اعرف اتكلم فيه. فمسكت جزء الناس الرفيعه اللي عايزه تتخن او التخينه اللي عايزه ترفع وات ايفر، ورحت كمان عشان تكون ديديكيتد اكتر رحت ماسك الناس الرفيعه اللي عايزه تتخن من ال 35 سنه مثلا، او الناس اللي عايزه تخس من 35 سنه ل 40 سنه او ل 45 سنه. فدول فئه دلوقتي اهو، دول اللي انا عايز اركز معاهم. دول شكلهم عامل ازاي بقى؟ تعالى نمسكها كده ونقعد نحللها نفرزها بقى عشان اعرف مين الاودينس اللي انا هكلمه بمشاكله باوجاعه بتفاصيله بسلطات، يعني فاهم؟ انا فاهم دماغه فبعمل له كونتنت عليه. طيب ايه اكبر مشكله بتوجعه؟ هي دي هي ده الاوفر، البين بوينتس والتريجرز بتاعت الناس، ده اللي انا هبيعه له. انت ايه اكبر مشكلتك؟ مشكلته ان هو مش لاقي وقت عشان ينزل الجيم، فمش عارف، يعني هو راجل مسؤول في الشغل وعايز يشتغل وفي نفس الوقت مش لاقي وقت ان هو ينزل الجيم. طب ايه الاوفر اللي انت هتديهوله؟ فانت بص شوف، احنا لما فهمنا البين بوينتس بتاعته نبدا نقدم له حلول. نبدا نقدم له ازاي اعمل لك دايت من غير مجهود منك ومشي نص ساعه بس، ازاي تتشهر على السوشيال ميديا مش مثلا وات ايفر بقى. يعني هبدا ادي لك البين بوينتس بتاعتك وابدا اديها لك. يعني انا النهارده انا خلاص عرفت ان مشكله المتابع بتاعي التشتت بسبب السوشيال ميديا، بسبب كتر استهلاكه للسوشيال ميديا ودماغه بالاتنشن سبان بتاعها. طب ما يلا نعمل كورس عن تعفن الدماغ، ويلا نعمل كتاب عن تعفن الدماغ، ويلا نعمل انا عشان فاهمه عارف حلوله ومشاكله ايه، فانا اقدر اساعده واقدر اساعده ببروف بوينتس عندي. هل شكل الحل شكل الحلول لما بتختلف المكسب بيختلف؟ طبعا. طيب عشان برضو نكون مفهمين الشخص اللي بادئ ده، احنا بنمشي دايما بحاجه اسمها فاليو لادر. يعني ايه؟ يعني سلم القيمه بالبلدي كده. ايه القيمه اللي انت بتقدمها وسعرها كام؟ في البدايه انت لازم عشان يثق فيك، لان هو لسه ما يعرفكش، لازم تديله حاجه بنسميها بريميوم او فريميوم. معلش، فريميوم يعني ايه؟ يعني حاجه ببلاش، هي فري لكن بريميوم لدرجه ان هو ما يصدقش هو ازاي حاجه زي كده موجوده ببلاش. هو ده الطعم. انا بعد ما بخلص الفيديو، ولو انت مهتم بحاجه زي كده ابعت لي في الكومنت وانا هبعت لك الفايل ده، او هبعت لك البي دي اف ده. بي دي اف بيحل مشكله عنده، ولكن هو بيحل جزء من المشكله في مقابل ان انت بتاخد داتا منه، او مش لازم اخد داتا حتى في الاول. اخد ثقته، ده يكفيني في الاول. لان لما هاجي اعلن المره اللي بعدها، يعني اللي انت بتتكلم فيه ده ليد ماجنتس بقى وشغل بروفيشنال شويه قدام. انا بكلم شخص لسه بيبدا، فانا عايزه يثق فيا بس، انا مش عايز حاجه تاني. يعني خد يا باشا اتفضل دي، عايزك تثق فيا بس والله وتحبني. لو حبيتني هتيجي تديني فلوسك لما هعلن المره الجايه عن الكونتنت بتاعي او اللي انا بقدمه. فدي حاجه. طيب بعد الفريميوم نطلع السلمه بقى اللي هي من الفاليو لادر. السلمه اللي بعد كده بنسميها done by you. يعني ايه done by you؟ يعني حاجه انت بتعملها مع نفسك. يعني بقول لك ايه، خد الكتاب ده هيحل لك مشكلتك. في الغالب دي تبقى ارخص حاجه ممكن تتقدم مقابل فلوس. اوكي، نطلع سلمه بعدها done with you. انا هعملها معاك بس هقول لك تتعامل ازاي وروح انت اعملها. بتبقى كونسلتيشن بقى، بتخش معاه مش عارف ايه يعني انت بتخش تديله الهنت وتمشي. هي بتتعمل 1 2 3 4، فتروح انت تعملها وترجع لي بالفيدباك بتاعها. كونسلتيشن زي ما قلت لك بقى بتديها له في يعني هي في الغالب بتبقى متشكله في هيئه كونسلتيشن، استشارات. بتيجي تستشيرني في مكالمه مدتها ساعه مثلا على زوم، وانا بقول لك بتتحل ب 1 2 3 4. على مثال الشخص اللي عنده 45 سنه مثلا وعايز يخس، فانا برجع بقعد معاه استشاره كل اسبوع، بقعد معاه ساعه مثلا في الاسبوع، بقول له اعمل 1 2 3 4 وبتابع معاه والكلام ده كله. او بتبقى متابعه على الواتساب زي بتوع الاونلاين كوتشنج والكلام ده كله. طيب دي done with you. بنوصل لاعلى مرحله بعد كده هي done for you. done for you يعني احنا اللي بنعملها لك يا باشا. انت بتقعد براحتك، خش اشرب كوبايه الشاي بتاعتك واحنا اللي هنعمل لك كل حاجه. دي بقى بتبقى الايجنسيز والخدمات اللي بتتقدم، احنا بنعمل لك كل حاجه نيابه عنك وانت بتوصلك المنتج النهائي في الاخر. دي ما ينفعش نستخدمها مع حاجات زي التغذيه والرياضه، لان انت في حاجات لازم تتعمل بنفسك. مش عارف اخس مكانك. بس ممكن استخدمها في هيئه ايه؟ مثلا ان انا بيرسونال براند النهارده، انا اللي بشيل عنك كل الشغل وكل وجع الدماغ يا باشا. احنا اللي هنعمل لك الببلشنج بتاعك، واحنا اللي هنعمل لك الاونلاين داتا، واحنا اللي هنعمل لك الديزاينز. احنا بنعمل عنك كل حاجه. فانت بس كل عليك ان انت تبقى الواجهه بتاعتنا وتبقى متابع معانا وبتوجه الناس لان هي ايه تروح. فاصبح ان انا هنا بقدم لك خدمه، بشيل عنك كل الهيدك ده،
مش مضطر ان انت بقى تقعد تعمل ديزاينز وتكتب بوست ومش عارف ايه الكلام ده كله، احنا بناخده منك وبنعمله عنك. فدي اعلى خدمه مقابل فلوس، فعلى حسب الباكج اللي انت هتقدمه. وفي حاجات تانية بقى بتندرج تحت اللي هي البرودكتس، ان دي خدمات، دي حاجات انت خدميه انت بتقدمها. في القسم الثاني هو قسم البرودكتس، ان انا بقدم لك منتج، بقدم لك حاجه فيها فاليو بس هي منتج. يعني بقدم لك بروتين بارز مثلا، بقدم لك تي شيرتس بتاعه الجيم، بقدم لك العلب البروتين مش عارف ايه الكلام ده كله، بقدم لك مجات شيك بروتينز مش عارف ايه، ده كله بنسميه تحت تحت مسمى الميرش. طيب ممكن ما يبقاش معايا راس مال ان انا ادفع فلوس عشان اعمل خامات او اجيب خامات واجيب منتج واروح لمصنع اقول له صنع لي ومش عارف ايه. فبنروح في الاتجاه بتاع الديجيتال برودكتس، اللي هو ان انا بقدم لك منتج رقمي، ان هو بيحل مشكله ستيل بس هو منتج رقمي. وعايز اقول لك المنتجات الرقميه بالنسبه للناس يعني بيشوفوها اللي هو يا عم ده ديجيتال برودكت مين اللي هيشتريه، فيها مبيعات مش طبيعيه، فيها مبيعات بالالاف اللي الناس بتستقل بيها. انت بتبيع لا مبيعات الاف، بتكلم بير ترانزاكشن. انت بتبيع الالوفات. انت بتعمل منتج مره واحده وبتبيعه بمئات الالاف لمئات الالاف. فلك ان تتخيل مش محتاج لما راس يكون مال، المنتج حلو وكويس وانت عارف انت رايح فين، وفي ناس بتثق فيك ووثقوا فيك وطلعوا معاك السلم بتاع ان هو اشترى منك حاجه او جرب منك منتج او جرب منك حاجه ببلاش واقتنع بيها، وشاف ناس مقتنعه باللي انت بتقدمه وجاب نتائج معاهم. طب يا باشا خلاص خد اهي اتفضل، انا زي الفل. فاخد منك فاليو وبيدي لك مقابلها، وانت عملت المنتج مره بيعه بعدد لا نهائي وطور عليه واكبر بالمنتج ده، والمنتج ده هيفضل يكبر معاك طول ما انت بتكبر. فموضوع الديجيتال برودكتس ده بحس ان هو جليتش، الناس مش مقدراه كده، مش مدياله قيمته. مش جليتش، الناس عارف اللي هو الناس عطلانه في حته احنا هنبيع ايه اصلا، ومين اللي ممكن يشتري ديجيتال برودكت يتعلم منه. احنا عندنا كوتش، الكوتش ده بايع الشهر اللي فات ب 250,000 ريال ديجيتال برودكت، بس ما عملش اي حاجه تاني. هو قاعد في البيت. الناس مش مستوعبه فكره ان انت عادي ممكن تحط انفستمنت مره واحده. الانفستمنت بتاع الديجيتال برودكت ممكن تعمله اي فهو ممكن يطلع في اسبوع 10 ايام، وممكن هو ياخد وقت يقعد شهر واتنين، بس ده ليه قيمه وده ليه قيمه. بس طبعا انا عندي بس اعتراض على الحته دي، واسف لقطع كلامك. كل ما كنت انت مستسهل ومش حاطط مجهود في الحاجه، كل ما كانت رؤوه باينه قوي ان هي فيك ومش بتحل مشكله اساسيه. اصل انت معلش انا اسف يعني، انت عندك 5 صوابع و5 صوابع يمين و5 صوابع شمال، ما انا عندي زيهم. يعني اللي انت هتقوله للاي اي اعمل لي ديجيتال PDF عشان اساعد الشخص ده، طب ما انا ده بقى ده انا اقول له انا مشاكل ايه ويحلها لي. يعني اللي انت هتعمله بالاي اي انا اعرف اعمله، انا عايز الاكسبيرينس بالظبط. انا عايزك انت تقول لي انت عملت ده ازاي وحلتها ازاي، تديني الخلاصه بتاعت التجارب بتاعتك. يعني احنا قاعدين في البودكاست ده انا بدي لك خلاصه 5 سنين. ممكن اروح اقول للاي اي ازاي تطلع فايرال على التيك توك وهيقول لك، بس مش هيقول لك نفس اللي انا بقوله لك. مش هيديك التدرج ده اخد سنين. احنا بنبيعها باع البودكاست. فهي الفكره كلها ان ده اخد سنين مني عشان اتعلم ده. فالاي اي موجود وفاهمه على فكره، وموجود في كل مكان دلوقتي خلاص، ممكن يقول لك تعمل ايه، بس مش هيديك نفس ما انا قلته لك. على بص من خلال تجربتي انا، هو قادر يخلص لك 70% ماشي على النوليدج بيس، مش على اكسبيرينس بيس. انت لازم تكون عندك العلم عشان تعرف توجهه في الصح. انما هو هيديك العلم فتروح بيعه على اساس ان انت صاحب العلم، بتبقى باينه قوي مفروشه قوي، وبص شكلك يعني هيبقى وحش. فلا فدي يعني ابعد عن موضوع ان انا استسهل. ماشي، لا اعمل قيمه بتساعد وليد زمان، او بتساعد متولي زمان، او بتساعد ايا كان اكس زمان من 5 سنين كده. فرق كويس قوي، مش قبل كده لان قبل كده الفرق مش كبير. 5 سنين ورا كده انا ايه المشكله اللي انا كنت بعاني منها زمان؟ والله كنت بعاني من كذا. او ايه المشكله اللي انا بعرف احلها لو انا ما كانش عندي مشكله زمان. يعني مش لازم انا دكتور سنان زي ما قلت لك، مش لازم ابيع مشكلتي زمان. انا كان عندي مشكله مع اصحابي، مش لازم اروح ابيعها كدكتور سنان، انا ببيع حل او قيمه في هيئه العياده بتاعتي. مثلا انا بحل مشكله مريض الاسنان الفلاني وعارف مشاكله، ولازم اكون يعني سبيسيفيك في المشكله، مش انا دكتور كله. يعني انا لو هبدا كونتنت لازم ابقى عارف مشكله بيعاني منها مريض وببدا اركز عليها. ده بالعكس ده هيبقى احسن. ممكن اتكلم عن مشاكل الاسنان، بس لما هاجي هبيع له واحد انا عارف مشكلته، مش هبيع للكل. لو تارجت الكل ما تارجتش حد. ايه رايك في بيعه الفلوس؟ يعني مين تريجر عند الناس كلها؟ الناس عايزه تكون اغنياء من صناعه المحتوى.
فما تيجي اعلمك ازاي تبقى غني من صناعه المحتوى وتكسب مليون جنيه من صناعه المحتوى عن طريق ان انا ابيع لك برودكت اساسا انا اللي عامله لك، فانا هكسب مليون جنيه من البرودكت اللي هبيعه لك. ده السكام بتاع السوشيال ميديا دلوقتي. اي حد عايز يقول لك يا باشا تعالى، يقول لك انا عملت 100,000 جنيه، انا ممكن اخش اعملها بالجرافيك. ليه جرافيك ديزاين؟ ليه يا باشا اخش اعمل لي سكرين شوت من الداتا انسايت ان انا بكسب 100,000 جنيه واطلع اقول لك انا بكسب 100,000 جنيه. بس ايه الاثباتات بتاعت ده اولا؟ وثانيا بص، يعني انا في الحته دي بصراحه انا يعني بحبش اقول ارقام، بس ان كيس ان احنا جينا نتكلم في ارقام، انا ممكن ابيع بالارقام دي كويس قوي، بس انا بستحرم لان انا ربنا اللي رزقني بده، مش انا اللي معايا، يعني مش انا اللي معايا المعطيات فانا عرفت اعملها. هو كان كرم من ربنا بحت وشويه سعي مني، لكن 90% منه كان توفيق. فانا مش هينفع حاجه ابيع لك اصل هو التريجر بوينت زي ما انت قلت كده بالنسبه لكل الناس. الناس محتاجه كلها فلوس، يعني انا محتاج فلوس وانت محتاج فلوس واي حد بيتفرج علينا هو في الاول وفي الاخر محتاج فلوس، بس ما ينفعش ده يكون الحاجه اللي انا ببيع لك عن طريقها. لان دلوقتي اللي بيحصل ايه زي ما انت قلت كده، تعال اقول لك ازاي تكسب من التجاره الالكترونيه $100,000 وانا بحقق $100,000 فعلا. بيحققهم منين؟ من ان انا ادخلك في الجروب اللي باشتراك $10 علشان اقول لك ازاي تعمل $100. فانا بعمل $100,000 دول بس منك، يعني انا جبتك انت كنت الوسيله، فانا ما بعتش الحل، انا بعتك انت، يعني انا كسبت منك انت، ما كسبتش من اللي انا بعمله. فالناس للاسف بتغرها الحته دي وبتاخدها في الحته دي، بس انت ما فيش حد، يعني رزقك مش في ايد اي حد غير ربنا. فانا ما اعرفش ابيع لك الجزء بتاع الفلوس ده في ايا كانت. انا ممكن اقول لك ان ده كان من ضمن الاسباب اللي ساعدتني في ان انا انجح، في ان انا اوصل. ممكن اقول لك ازاي تجيب فلوس من المنصه الفلانيه زي ما قلت لك كده. اليوتيوب بيجيب فلوس عن طريق ان ينزل اعلانات، بس هل انا اضمن لك ان انت ممكن تجيب 100,000 فيو؟ انا هقول لك انا جبت 100,000 فيو، عايز تصدق؟ موجود في داتابيز موجوده بتقول لك ان انا جبت 100,000 فيو. هقول لك ان انا جبت مليون، ودي الطريقه، خد جربها. ما بوعدكش ان انت هتجيب مليون. لو وعدتك انا اسف، انا اولا بنصب عليك، ثانيا انا بتدخل في ارزاق بتاعه ربنا انا ما اقدرش اتدخل فيها. فدي حته بصراحه لازم الناس توعى بيها شويه، بس ان مش اي حد يوعدك بالفلوس يبقى يعني تسمعه وتروح وراه وتروح تدفع له الفلوس. اوكي، لو هناخد اللي احنا قلناه كله بالترتيب كملخص، اوكي، هنقول ايه؟ اولا رضا الوالدين ده بجد، وان انت تكون مع ربنا ده بجد. بص انا يعني بعيدا عن اي حاجه والله العظيم، وبعيدا عن ان الحمد لله الواحد عنده علم كفايه ان هو يساعد الناس، بس الحاجتين دول ازعم ان هم كانوا 90% من المعادله. ان انت تكون مع ربنا في طريقه، واقصد هنا ان انت تكون مع ربنا ان لو بيخش لك 10 جنيه طلع منها ولو جنيه واحد لله. اقسم بالله العظيم ده بجد بجد بتفرق. مش بتفرق، انت اللي محتاج ده. يعني انت اللي محتاج، يعني معظم الناس بس في معتقد كده، انا عارف ان هو ده ممكن يكون طب ايه علاقته بالموضوع، بس معظم الناس مفكره ان هي بتطلع فلوس من جيبها لما يبقى معاها فايض فلوس، بس انت بتطلع فلوس من جيبك عشان انت اللي محتاج فلوس. فدي حاجه حطها كور عندك كده، ان انت محتاج ربنا معاك، فخليه في اول اولوياتك. طيب دول حطيناهم كور. بعد كده ايه؟ اولا ان انت يعني بص على نفسك زمان وحاول تفهم نفسك كويس قوي، تفهم انا ايه نقط قوتي وكانت ايه نقطه ضعفي زمان اللي انا هبيع عن طريقها. ما هو انا ببص لنفسي زمان وانا على وعي بانا نقاط قوتي ايه دلوقتي، انا قوي في ايه دلوقتي وشاطر في ايه، من الاخر هفرض عضلاتي ازاي في وسط الساحه دي. ايه الحاجه اللي هعرف اتميز بيها واعرف ان انا افرض عضلاتي بيها. طيب عرفت انا قوي في ايه، عرفت انا زمان كنت ضعيف في ايه، هبدا ابين نقطه القوه دي للشخص اللي بيعاني من نفس نقطه الضعف بتاعت وليد زمان. بدات اعمل كونتنت، الافضل ان انا ابدا على تيك توك، ابدا بان انا اعمل كونتنت. كل ما كنت سريع في ان انا اعمل كونتنت زي ما قلت لك كده، مثلا زي كل يوم بعمل الكونتنت لمده 90 يوم، كل ما ده كان احسن. بس اعمل الكونتنت اللي هو قليل دايم خير من كثير منقطع من الاخر، يعني اعمل الكونتنت اللي تقدر تستمر عليه لاطول فتره ممكنه. في ايدك ان انت تعمل كتير، اعمل كتير بقدر المستطاع، عشان ده هيساعدك تفهم البحر اللي انت بترمي فيه الطعم ده ايه السمك، ايه نوع السمك اللي هيطلع لك، عشان تبقى تعرف تريفاين بسرعه، تعرف تفلتر بسرعه. طيب فلترت، عرفت خلاص، ابدا ركز مع الشخص ده وشوف ايه المشكله اللي هو بيعاني منها وازاي هتقدم له ده في هيئه سيستم. ابدا اسال نفسك زمان، هو انا كانت مشكله وليد ايه زمان؟ والله كانت مشكلته 1 2 3 4. طب ازاي هقدمها له في حل مشكله؟ ازاي هبني سيستم يحل المشكله دي؟ عندك سيستم، عندك طريقه تحل بيها مشكله،
عندك فاليو تعرف تساعدني بيها كدكتور اسنان، كاخصائي تغذيه، كوات ايفر، كمهندس، شوف ازاي ممكن تحل المشكله دي، اعمل لي كونتنت يساعدني لده، وابدا اديني معلومات ببلاش تخليني موهوم بان انت ازاي بتقول الكلام ده كده ببلاش. يعني ازعم ان اللي هيتفرج على البودكاست ده هيبقى بيسال هو ازاي ده فعلا كله يعني انت بتقوله ببلاش، ده بيتاخد في كورسات، وانا اخدت كورسات بمئات الاف دولارات والله ما بهزرش يعني او بعشرات الاف، معلش عشان الحلفان بس. فالفكره كلها ان ده بيتاخد فيه كورسات مهوله. طيب ازاي بيقولوا ببلاش؟ هو بشكل او باخر هيثق في اللي انا بقوله لما هيطبق اللي انا بقوله، فطبقه وثق فيا. اما كل ده ببلاش، امال اللي بفلوس بيعمل ايه بقى؟ لا باشا، ده تعالى خد فلوسي وعلمني ازاي بعملها، فهتلاقيه هو من نفسه جاي لك. طيب انت بقى ازاي يعني هي دي اخر حاجه، ان انت لازم يبقى عندك فانل، عندك معكوس بتركز كده في ان انا اول الفانل انا عايز الفت انتباهك، مش عايز ابيع لك، انا بس كل اللي انا عايزه ان انا الفت انتباهك بالفيديوهات بتاعتي. بعد كده بنزل من مرحله الاويرنس او مرحله ان انا بلفت انتباهك لمرحله الكونسيدريشن، ان هو الشخص ده بيبدا يشوفك بعد كذا تاتش بوينت او بعد ما احتك بيك كذا مره، والله الراجل ده عنده حاجه ممكن تساعدني في حل المشكله عندي، فيبدا يقتنع بيك وبالقيمه اللي انت بتقدمها. ويا سلام لو في النص قدرت ان انت تديله فري فاليو. بعد كده لما بتيجي تقول ان انا ببيع الخدمه الفلانيه او ان انا عندي حل للمشكله الفلانيه، هتلاقيه هو اول واحد بيجري على الدايركت مسج او اول واحد بيجري عليك ويقول لك طب انا عايز اشترك معاك، بتعملها ازاي او بتبيعها فين؟ يبقى عندك رقم واتساب بتوصله عليه. دي اخر الفانل لو انت هتستخدم ده كله اورجانيك، بدون الدخول في تفاصيل كبيره ان انا اقعد اقول لك ليد ماجنت بقى وان انت تعمل لاندنج بيج وتاخد الايميل وتخلي فيه سيلز تيم بيكلموا. ده متقدم شويه مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي، ممكن نبقى نتكلم فيه في حلقه ثانيه ان شاء الله. لكن في البدايه انت محتاج تبسط الموضوع على قد ما تقدر. تيست على ناس، بعد ما تبقى عندك السيستم ده قول لهم يا جماعه انا عايز 4 اشخاص ديديكيتد ان هم يكملوا معايا وهطلع منهم بالريزلتس، عشان الريزلتس دي انا هستخدمها في ان انا اقول للناس ان انا قدرت ان انا احقق ده، بقى تستيمونيالز عندي، رحت واثبت نتيجه السيستم بتاعك ده، ابدا بيعه. السيستم ده بدل ما هو بيتباع النهارده ببلاش، انا ببيعه وعامل عليه خصم، ليتس سي هتحطه ب 1000 عامل عليه خصم 50%، بقى ب 500 جنيه. هيجي لك ناس تشتري لان انت معاك تستيمونيالز والناس موجوده والناس في نيد وانت بتخاطبهم من الاول، فانت فاهم مشكلتهم فتعرف تحل مشكلتهم. طيب خصم بقى بتحول من 60 من 50 بقى 60 بقى سوري بقى 40 بقى 30 لحد ما يوصل للبيزك بتاعك. بعد كده تبدا تعلي اسعارك لما يبقى في انف نيد والناس محتاجاك وانت اللي عندك مفيش مساحه اصلا ان انت يعني خلاص انا استكفيت، فابدا انا عايز افلتر اللي مستكفي منه ده بقى، ببدا اعلي السعر، فببدا اعلي السعر بتاعي واحده واحده. فده كله هيجي نتيجه ايه بقى؟ ترايل اند ايرور. يعني ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اوعدك بحاجه، يعني انت بتجرب وبترمي بترمي الطعم في البحر وبتشوف زي ما تظبط معاك بقى. جات لك مره، جالك 10، جالك 20، ده اللي بيبدا يديك انسايتس تطور وانت بتتحرك. بيبدا يديك انسايتس كده، انا ايه اللي انا محتاج اعدله، ايه اللي انا محتاج اطوره، ايه اللي انا محتاج اثبته. اوكي تحفه. بس حاسس ان يعني ايه ده الملخص المفيد لحد عايز يبدا. وارمي باقي الفيديوهات على باقي المنصات وزي ما تجيب بس كده. اتبسطت ان انا قعدت معاك النهارده حبيبي يا صاحبي، والله انا اتبسطت اكتر. واتبسطت تاني ان انت قبلت الدعوه بسرعه، انت جاي لنا من سفر، دي حاجه تبسطني. ماشي، هنحاول ان احنا نجمع ده كده في ملخص. اوكي ماشي، نطلع ايبوكايه كده نرميها مع الفيديو. ماشي ونسيبها للناس تتعلم منها. ده الفريميوم بقى اللي ده الفريميوم. حبيبي يا اخوي. اتمنى انها تكون حلقه خفيفه، كذلك تكون حلقه مفيده اكتر من ان هي خفيفه. وهسيب لكم اللينكس بتاعت وليد كده في الديسكربشن، لو حد عايز يكونكت معاه دايركت مش هيرد عليكم بسهوله يعني. والله هحاول بختصر. اتمنى زي ما قلت لكم تبقى حلقه خفيفه ومفيده، تقدروا تتفرجوا على البودكاست على اليوتيوب وتسمعوه على باقي البلاتفورمز. لو وصلت لهذه المرحله ولسه ما عملتش سبسكرايب فعيب يعني. عيب قوي يعني، ما ينفعش. ازاي انت قاعد كل ده ما عملتش سبسكرايب يعني؟ اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتس لان هو بيبقى دايما مفيد لينا. السلام عليكم. سلام.